الساعة تجيلها كام دلوقتي؟ 6. يا خبر، ايه الحر ده؟ مش ممكن، الشمس طالعة زي النار ومالية الشوارع والجو ولع. ايه ده الناس ماشية زي الرز في الشوارع. يا خبر، امال هو في ايه وانا بس اللي حرانة ولا ايه؟ الجو لا يطاق خالص خالص، مفيش نسمة هوا والمية نازلة زي النار من الحنفية. مش عارفة اعمل ايه. لا 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 لا، انا خلاص، انا قررت اطلع على المصيف. هروح اي مصيف، اي بحر، في اي حتة. بس يا ترى بقى اطلع بالسوبر جيت ولا اطلع بالقطر ولا احسن اركب طيارة؟ يا سلام، انا عمالة احلم كده واتكلم واشطح باحلامي وانا اصلا معرفش انا معايا كام. يا ترى الفلوس اللي معايا هتقضي ان انا اروح الحاجات اللي انا بحلم بيها دي ولا هقعد اترزي في البيت كما كنت؟ نسأل الله التسهيل. فين بوكي؟ هاتولي بوكي بسرعة. ايوه اهو. يا رب يا رب الاقي مبلغ، يا رب الاقي مبلغ. ايه ده مفيش غير 100 جنيه بس. وهي دي تعمل ايه؟ دي ما تعملش اي حاجة خالص. ما تودينيش حتى بقى البحر الاسود حتى. يا لهوي، انا هعمل ايه دلوقتي؟ خلاص مش مشكلة، انا هتصرف. انا هاخد ال100 جنيه دي واطلع على بحر الغلابة. فقررت اني مش هستسلم. هروح فين بقى؟ هروح حمام السباحة. في حمام سباحة جنبينا، هاخد بعضي على طول وطيران عليه. هروح بقى اجهز شنطتي واجهز حاجتي وارتب نفسي واقفل كل حاجة واروح على طول على حمام السباحة. يلا بينا. اخدت شنطة المدرسة بتاعت اخويا الصغير، اصلي مش هحتاج حاجات كتير يعني. اخدت اللانش بوكس بتاعي وحطيت فيه السندوتشات بتاعتي، وكمان اخدت ازازة عصير عشان ارطب جوفي في الحر ده، وما نسيتش المية، اخدت ازازة مية متلجة، وكمان اخدت الفوطة بتاعتي. بيتهيألي كده خلاص مش ناقصني اي حاجة، اخدت كل الحاجات اللي محتاجاها. انا دلوقتي خلاص رتبت كل حاجة وحطيت كل حاجة في الشنطة بتاعتي، مش فاضل لي اي حاجة تانية. هروح بس اطفي النور واطفي الحنفيات لحسن المية تقطع ولا حاجة وانا برا. اصل انا هقضي اليوم كله برا على حمام السباحة كأنه يوم مصيف يعني. بقى اشوفكم هناك، اشوفكم على حمام السباحة. للأسف بعد ما روحت حمام السباحة اللي كان جنب بيتنا لقيته مغلق للتحسينات. يا خسارة، حظي وحش. بس بقى مش مشكلة، انا ما قررت ان انا مش هروح ومش هيأس. خدت بعضي وركبت وقمت رايحة على حمام سباحة تاني. هو بعيد شوية عن البيت بس مش مشكلة، المهم الواحد يفضل ولا الهدف اللي في دماغه. بس الحمد لله ان انا خرجت قبل الدنيا والهيصة والزحمة. الجو جميل وطراوة وحلو قوي. مش عارفة ليه بيوتنا دايما مكتومة كده، مش عارفة. ما تشاهل يا اسطى بقى، شاهل يلا، عايزين نلحق اليوم من اوله، عايزين نبلبط من اول النهار. واخيرا وليس اخرا وصلت بالسلامة الى ارض حمام السباحة، بس للاسف لقيت الدنيا زحمة جدا. الظاهر ان كل الناس حرانة زيي، الناس كلها طقت تفشت من بيوتها، اللي راح مصيف بقى واللي راح زي حمام السباحة. بس الجو جميل والناس اللي قاعدين اجمل. بس في مشكلة، يا خبر على دماغي يا خبر، انا مبعرفش اعوم خالص. انا خايفة اصلا انزل اغرق زي الطوبة، وانا مفيش اي حاجة كده، لازم انسى حاجة. نسيت اجيب البورد بتاع السباحة يا دي، ونسيت اجيب البوني والنضارة والحاجات المهمة دي. يا خبر، امال انا هنزل اعوم ازاي؟ ده انا شعري هيتبل وهيتبهدل والدنيا هتبقى بهدلة. وعلى فكرة السباحة دي من زمان قوي، ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيعوم وهو في عمر السادسة، كان عنده 6 سنين وكان بينزل المية. دي ليها فوائد كتير قوي، بتقوي العضلات وبتزود مرونة الجسم، وبرضه بتساعد الناس اللي عايزين يخسوا، بتحرق سعرات حرارية كتير وبتقوي القلب، وبرضه بتخفض ضغط الدم للناس اللي هم عندهم يعني الضغط بيبقى عالي وكده. ومن المعلومات اللي انا قريت عنها كمان في السباحة ان افضل وقت إن نقدر نعوم فيه اما نكون معدتنا فاضية. يعني مثلا ايه،
يعني ان كان ولا بد ان احنا لازم ناكل حاجة قبل ما ننزل. ممكن ناخد يا اما مثلا اي فاكهة، او مثلا ناخد شوية مكسرات او زبادي قبل ما ننزل، يعني حاجات بسيطة قوي كده قبل ما ننزل. بس بيفضل يعني ان احنا ننزل ايه وتكون معدتنا فاضية. وبعد ما بنطلع بناكل بروتين وبنشرب ميه، بنشرب ممكن من 2 ل3 كوبايات علشان نعوض السوائل اللي جسمنا بيفقدها واحنا تحت في حمام السباحة. وكمان السباحة بتبدأ من عمر 6 شهور. يعني ايه؟ يعني احنا بننزل الطفل وعنده 6 شهور بينزل، بس ما بتزيدش المدة عن 10 دقايق، علشان يعني ايه؟ يعني الطفل مبيبقاش لسه خد على المية وكده. بس ايه، اذا حسينا ان هو مثلا عنده رعشة او حاجة فاحنا بنطلعه على طول عشان ما يجيلوش برد. وكمان يفضل ان احنا قبل ما ننزل حمام السباحة ناخد شاور عشان العرق وكده يعني، وبعدين ننزل السباحة نوم عادي، وبعد ما نخلص نطلع ناخد شاور تاني، علشان للأسف الحمام السباحة بيبقى فيه مادة كلور، وساعات في ناس كتير بيبقى عندها يعني جسمها بيبقى عنده تحسس للحاجات دي، عشان بقى ما يطلع لناش اي حاجة في جسمنا وكده يعني. وعشان نحمي نفسنا من مية حمام السباحة والكلور والحاجات دي نحط واقي الشمس، ونحط زيت على شعرنا، ويفضل يكون زيت جوز الهند عشان بيفضل يحفظ الترطيب في الشعر. والسباحة 4 أنواع: سباحة على الظهر، وسباحة على الصدر، وسباحة حرة، وسباحة الفراشة. ويعتبر بقى إن سباحة الفراشة دي هي أصعب أنواع السباحة. ونستخدم مرطب شفاه، واهم حاجة ان احنا ننشف جسمنا كويس بعد ما نطلع من حمام السباحة عشان ما ينشفش معانا واسمنا يسمر ويشقق. انا كمان سألت على حمام السباحة، لقيت ان الحمام بيبقى عبارة عن فترتين: فترة مثلا من 9 ل4 العصر، وفترة تانية من 4 ل9 مساء. عشان لو حد مش عارف يعني انا بقوله الفترة مثلا اللي هي بيبقى فيه فترة حرة. الفترة الحرة دي ممكن مثلا تعمل سعر 80 جنيه، او مثلا الفترة اللي بيبقى فيها تدريبات بيبقى سعرها من حوالي 350 ل400، يعني حسب النادي اللي انتوا رايحينه. انا بس قلت عشان لو حد مثلا عايز يعرف اي حاجة في الاسعار يبقى عارف الرينج هيبقى كام. هو مش هيبقى كده بالظبط، هو بيختلف من نادي لنادي، ولكن في المجمل بيبقى الاسعار قريبة من السعر اللي انا قلت عليه: 80 جنيه الفترة الحرة، و400 و350 او 400 مثلا و50. ده للناس اللي بيتدربوا، بيبقى عبارة عن 8 حصص في الشهر بتاخد بيهم كارت للمتابعة. باي باي دلوقتي بقى عشان انا نازلة اعوم. يعني ينفع كده انزل البحر واغطس خالص ومعرفش وقعدوا انقذوني بالعافية؟ انا مش عارفة كده انا جبت الخيبة دي منين. انا كنت مفكرة نفسي بعرف اعوم. اول ما نزلت البحر غدست خالص لتحت، عملت زي قلب الطوب وانقذوني بمعجزة. كنت مفكرة نفسي هنزل احرك ايدي يمين وشمال واعرف اعوم زي بقية الناس. كنت مفكرة الموضوع سهل، لكن ده طلع السباحة دي موال تاني خالص، موضوع كبير. انا كنت مفكرة ان الناس دي بيعملوا كده يمين وشمال بايدهم يبقوا شوية كده بيعرفوا يعوموا، لكن لا 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 لا، ده لازم تعليم، والتعليم من الصغر كمان مش من واحد كبير. وطبعا شربت مية كتير كتير، وللأسف معرفتش انزل تاني، ففضلت قاعدة برا اتفرج بقى على الناس اللي بيعوموا كده. بس بصراحة قضيت يوم من اجمل الايام. وحتى لو ما بتعرفوش تعومي حتى زي حالاتي مش مشكلة، كفاية انكم تقعدوا تتفرجوا على المنظر الجميل ده كأنكم حتى قاعدين على البحر. طبعا في ناس كتير مش بيبقى معاها يعني انها تروح مصيف، فده بيكون البديل وبيكون كويس برضه. بصراحة القعدة في البيت بتزهق وبتجيب اكتئاب، ولازم الواحد يخرج كده يشم هوا ويتمشى ويروح هنا وهنا. لو عجبكم بقى الفيديو بتاعي ما تنسوش تدوسوا لللايك وتعملوا للسبسكرايب عشان انزل لكم كل حاجة جديدة. ربنا يكرمني بقى على الفيديو الجاي كده يكون بقى معايا مبلغ محترم اطلع بيه على المصيف واروح البحر بحقه حقيقي.
ادعولي بقى يا جماعة، ادعولي. يلا باي باي.